ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ هنعمل النهارده كفتة الفراخ الخطيرة على الجريل بطريقة سهلة قوي قوي وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم جدا. مقاديرها وبساطتها وطريقتها وكل حاجة فيها حلو قوي، حتى طعمها حلو جدا. اول حاجة هنا محتاجة فراخ مفرومة. بصوا، في ناس بتستخدم صدور، في ناس بتستخدم وراك، بس انا بستخدم الاتنين مع بعض عشان يمسكوا بعض، وعشان الالياف اللي بتبقى موجوده وهكذا يعني. المهم، استخدمت نص كيلو من الفراخ المفرومه. حطيت عليهم البهارات: ملح، فلفل اسود، بابريكا، شطه، بهارات فراخ، وكمان مرقه فوريه، وضيفوها هتعجبكم جدا وهتودي طعم الفراخ في حته تانية. بقدونس مجفف، ممكن لو عندكم بقدونس فريش استخدموه، رشه جنزبيل بودر، وكمان رشه من الكاري كده المبهر. بس خلاص، دي البهارات اللي احنا استخدمناها النهارده. واخيرا معلقتين كده كبار من النشا، او ممكن بقسماط، مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى في البوله اللي قدامكم دي حطيت فيها ايه الاول، بس هقلب التوابل دي مع الفراخ واركنهم كده على جنب. البوله بقى دي قدامكم فيها بصل، فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، وكمان فلفل سبايسي اللي هو الاحمر ده. لو انتم بتحبوش الحاجه سبايسي ما تضيفوش، عادي جدا برضو. في الكبه بقى ضيفي البصل والفلفل واضربيهم كده مع بعض، هيعملوا خلطه ممتازه. هاتي مصفى وصفي الخلطه دي من الميه، ما تضيفيش ميه على الفراخ علشان ما تنزلش ميتها وهي على الجريل وتفتفت منك كده في الجريل، او ما تفكش يعني بمعنى اصح. صفيها كويس جدا. الميه دي هنستخدمها دلوقتي، ممكن لو مش هتستخدمها دلوقتي ممكن تسيبيها في كيسه كده او في علبه، حطيها في الفريزر لاي تتبيله فراخ عندك. هنا بقى ضفت الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض في الكبه على الفراخ بالشكل ده، وقلبتهم كويس جدا. البوله اللي قدامكم دي اللي هي الصوص اللي نازل من التتبيله، حطيت فيه معلقه من البابريكا صغيره، وكمان معلقه كده من الزيت، وقلبتهم مع بعض يعني ايه، ورشه ملح كده. وكمان بدات ان انا اعصب كده، او ان انا اشكل الكفته على سيخ بقى، على ايديكي، على معلقه، براحتك خالص. لو لقيتي ان الفراخ بتاعتك فك معاكي كده، دخليها التلاجة تتماسك نص ساعة او ساعة، هتطلع معاكي زي الفل ومتماسكة جدا. بصوا، هنا حطيتها في الجريل، وبحب بصراحة بطة الفراخ كده او الكفتة في الجريل، بتدي شكل حلو، كمان بتبقى يعني مستوية اسرع، وفي نفس الوقت بتفرد لي كمية كويسة جدا على الجريل بقى. وحطيها كده مع معلقة من الزيت او معلقة من الزبدة، وشوحيها، اديها بقى لون كده وخليها تستوي، متاخدش اي وقت خالص، وطعمها بيكون خطير قوي. شويه بقدونس بقى كده وقدميهم فيها، او حطيها على عيش سوري، او عيش شامي، او عيش بلدي، شويه مكرونه، شويه رز بسمتي، بتبقى حلوه قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. ما تنسيش اللايك والشير. وبالمناسبه ممكن نضيفوا رشه من البيكنج باودر عشان تنفخ معاكي كده الكفته، مفيش اي مشكله خالص يعني. برضو دي نقطة اختيارية براحتكم خالص. بس يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسيش اللايك والشير. اشوفكم على خير في رعاية الله. مع الف سلامة.